صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض سلطة البنجر اللذيذة. عندي بنجر وملح حسب الرغبة، في ناس بتحب تحط أو لأ، وخل، ممكن برضو خل تفاح لو عايزة، وزيت زيتون وعسل أو سكر، برضو في ناس بتحط سكر بس أنا بفضل العسل مفيد أكتر من السكر. اول حاجه هعملها هسوي البنجر. انا بحب اعمله على البخار، مش بحب اسلقه، لانه لو ما بيتسلق انا بشوف ان هو بينزل الفوائد بتاعته في الميه، رغم ان في ناس بتستخدم الميه دي برضو تقوم ضيفها على السلطه، بس مش لذيذ ان احنا نحط ميه على السلطه. يعني انا بفضل انه السوائل اللي تتحط على السلطه بس الزيت والخل. فالافضل حطي مثلا حله بتغلي على النار وبعدين حطي عليها مصفى وسوي البنجر بالطريقه دي، هيكون افضل. او حطيه في الفرن، ممكن تغلفي واحدة في الفرن بفويل بس تدهنيها زيت زيتون، برضو بيحافظ عليه كويس قوي، بيحافظ على الفوائد اللي جواه بحيث ان هي ما تفقديش اي حاجة من الفوائد. طبعا حتى على البخار برضو هتلاقي المية اللي انتي حطاها بتغلي على البخار ديت بتلاقيها برضو اتلونت شوية بالاحمر، بس بصراحة مش بنفس الصورة اللي بيتسلق بيها. انتي بتكتشفي سواه بسكينة، بتدخلي سكينة كده، لو دخلت بسهولة لحد الاخر يبقى هو كده تمام. هو اخد معايا تقريبا ساعة الا ربع على البخار. بنبدأ نشيله. شوفوا كمية المية اللي بتنزل منه بسيطة، مش زي السلق خالص. هنبدأ نسيبه يبرد. انا سلقت واحدة بنجراية علشان اوريكم الفرق بينها وما بين اللي معمول على البخار. شوفوا ده الفرق، بصوا لونها فاتح ازاي، لان نزلت، كون ان هي نزلت كمية اللون اللي فيها دوت في المية، ده معناها ان نزلت كل الفوائد اللي فيها. فده الفرق بين الاتنين. اللي على البخار شايفين لونه غامق ومحتفظ بكل فوائده. على ما يبرد ببدأ اجهز الدريسنج بتاع البنجر. بحط العسل او السكر زي ما هتحبي، طبعا مش هقول لك كميات، برضو حسب كميه البنجر، مش هحدد لك الكميه، برضو حسب رغبتك. نحط عليه الخل والملح وشويه زيت زيتون. وهنبدأ نقلبهم كويس. طبعا البنجر ده سلطة لذيذة جدا كطعم، وفي نفس الوقت ليه فوائد رهيبة أكيد كلكم عارفينها. طبعا أول حاجة إنه مصدر الحديد، الناس اللي عندها أنيميا لازم تاكل بنجر كتير أو تعمله عصير. في كالسيوم وبوتاسيوم وصوديوم، في فيتامين بي وفيتامين سي، في حاجات كتيرة جدا، يعني فوائده رائعة. يعني لازم تاكلوه وتأكلوه لولادكم، يا إما اللي مش بيحب ياكلوا ممكن يعملوه عصير، على فكرة ممكن تحطوه مع الرمان في عصير. يعني المهم يعني حاولوا تدوه للأولاد، بيبقى مفيد جدا ومغذي. أنا بنجر عندي برد، أنا هبدأ أقطعه. شايفين لونه من جوه محتفظ بكل لونه اهوت بالطريقة بتاعة البخار دي. قطعيه طبعا بالشكل اللي انت تحبيه، عايزاه مكعبات، عايزاه زي صوابع زي كده، زي ما تحبي يعني. اللي مش بيحب الطعم المسكر بتاع البنجر او الدريسنج اللي هو بيكون فيه عسل او سكر، في طريقة تانية حادقة انا هنزلها لكم برضو في فيديو تاني ان شاء الله. الدريسنج بتاعه بيكون حادق وفيه اضافات مختلفة عن الطريقة التقليدية بتاعتنا، بحيث انه تغيير عشان الناس اللي عندها انيميا ما تزهقش من السلطة التقليدية. انا كده قطعت الكمية كلها، هبدأ احطها في بولة وهنضيف الدريسنج عليه.
وهنقلب بالراحة علشان ما يتهراش مننا. وهنبدأ نسرفزه. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وبألف هنا.